الزمالك كعادته في اي فريق صاعد للدوري الممتاز لازم ياخد منه على الاقل نقطه او ياخد الثلاث نقط. ودي عاده ما اتقطعتش لحد دلوقتي في الزمالك. كل موسم اي فريق صاعد للدوري الممتاز لازم ياخد منه على الاقل نقطه او ياخد الثلاث نقط زي ما زد عمل النهارده. عموما هارد لك لنادي الزمالك، واتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك المنتخب الجديد ان هم يحاولوا يحلوا على قد ما يقدروا المشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك، لان مشاكلهم كتير قوي ووراهم شغل ياما قوي. لكن في العموم نبدا حلقتنا النهارده بالصلاه والسلام على اللي هيشفع فيا وفيك، وما ننساش برضو الدعاء لاخواتنا الموجودين في فلسطين، ربنا يرفع عنهم الهم اللي هم فيه وينصرهم على العدو الغاشم عن قريب ان شاء الله. مبدئيا كده في بدايه الحلقه انا لا هنافقك ولا هطبل لفلان ولا هقول على علان عامل حاجه كويسه، لا انا هقول الحق واجري ورزق على الله. مفيش اهلاوي في مصر شايف ان مودست صفقه كويسه، مفيش اهلاوي في مصر تاني بقولها لك شايف ان مودست صفقه كويسه. واللي بيطبل وبيضحك عليك وبيقول لك اصل فلافيو لما احنا جبناه كان نجم وعالمي وقعد معانا سنه ما بيعملش حاجه بعد ما جبناه، لدرجه ان كل الجماهير شكت ان فلافيو ده صفقه مضروبه، بعدين انفجر مره واحده في الموسم الثاني ليه مع النادي الاهلي وبقى فلافيو اللي احنا عارفينه اللي لسه سيرته بتتذكر بالخير لحد النهارده. تعال اكلمك بالعقل بس، هو فلافيو لما جه كان سنه كام؟ ومودست لما جه سنه دلوقتي كام؟ يا جماعه احنا جايبين لاعب جاي بيشطب كوره وجاي ياكل عيش على قفانا هنا، ودافعين فيه مبلغ ما يقلش عن 3 مليون او 4 مليون دولار، وكان فيه احسن منه بكتير. في مفاجاه هقولها لك في الكلام قدام، بس خلينا افكرك بواحد كان من اهم الكوادر اللي موجوده في النادي الاهلي في الفتره الاخيره او تقريبا من 10 سنين فاتوا، وهو هيثم عرابي. هيثم عرابي اللي جاب لنا لعيبه فوق الممتازه بشويتين كمان. انا فاكر هيثم عرابي لما سافر المغرب عشان يخلص ايفونا من الوداد المغربي، وبات مع ايفونا اسبوعين وما سابش اللاعب وكان ماشي معاه زي ضله لحد ما خلص اللاعب من نادي الوداد، واللاعب انضم فعلا للنادي الاهلي تقريبا في 2016، وكان من اقوى الصفقات اللي جت الاهلي على مدار تاريخه، لدرجه ان انت بعته وكسبت فيه كمان، اعتقد كان نادي تيانجين الصيني، وبعناه تقريبا بمبلغ 1.5 مليون دولار. وبعد كده تعاقدنا مع لاعب تاني وكان برضه هيثم عرابي هو اللي جابه، هو اللاعب وليد ازارو. وهي دي المفاجاه اللي انا عايز اقول لك عليها، ان النهارده حصل اجتماع لكشف حساب مع مارسيل كولر، والاجتماع ده كان علشان مناقشه اسباب خروج الاهلي من بطوله دوري السوبر الافريقي على ايدين سان داونز اول امبارح، وكمان اسباب خساره الاهلي لبطوله السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري. لكن انا كلامي كله مش على مارسيل كولر خالص، انا كلامي عن مجلس اداره النادي الاهلي وعلى شركه الكوره بتاعه النادي الاهلي، وكمان لجنه الكوره اللي احنا مبليين بيها بقالنا كام سنه وما بيعملوش اي حاجه دول. مبدئيا كده محمود الخطيب اتكلم النهارده وقال لك احنا عايزين مهاجم، وفتح لي بقى في الدفاتر القديمه كلها وشوف احنا كنا بنتفق مع مين وبنتكلم مع مين وبنتفاوض مع مين، وكل الصفقات اللي باظت مننا ديت احنا عايزين نرجع نحيي الكلام معاها تاني، واولها هو وليد ازارو. وليد ازارو اللي ساب الاهلي بسبب بيتسو موسيماني اللي ما كانش مقتنع بيه بشكل كبير، وكان شايف ان اللاعب بيضيع فرص مهوله جدا. هو فعلا كان بيضيع فرص مهوله، بس تعال اتفرج على اللاعب ده دلوقتي. اللاعب زي ما كان بيخلق لنفسه فرص وبيضيعها، فهو في الوقت الحالي بيخلق لنفسه الفرص وكمان بيسجلها. وليد ازارو مفيش اهلاوي يختلف عليه انه من احسن المهاجمين اللي جم في تاريخ الاهلي، وان خسارته ما كانتش مكسب نهائي، بل بالعكس احنا اتلطشنا واتلطمنا بعديه، لان وليد ازارو كان من اهم اللاعبين حرفيا اللي كانوا موجودين في الاهلي، وكان قادر ان هو يصنع الفارق في الخط الهجومي عند النادي الاهلي. وليد ازارو دلوقتي بيلعب مع نادي عجمان الاماراتي، وتخيل ان هو احرز خلال الموسم دوت من 7 مباريات 7 اهداف، والموسم اللي فات من خلال 26 ماتش احرز 12 هدف، والموسم اللي قبليه من خلال 12 ماتش احرز 5 اهداف. الحاجه الكويسه بقى ان عقده هينتهي بنهايه الموسم ده، وفي مصادر برضو مقربه من اللاعب قالت لك ان اللاعب بيرحب بالعوده من جديد للنادي الاهلي. ومعنى ان عقده هينتهي بنهايه الموسم ده فانت ممكن تخلصه في يناير بمبلغ بسيط، او ممكن تخلصه فري في الصيف اللي جاي، بس انا ما اعتقدش ان الاهلي ممكن يخلص اللاعب في يناير، لان هو طبعا مخلص القايمه بتاعه ال5 لعيبه اللي موجودين عنده الاجانب، الا لو اتصرف مع مودست وطلعوا اعاره لاحد الفرق اللي موجوده في الدوري المصري، وانا استبعد الموضوع ده تماما. لكن خلينا نتكلم بالعقل كده واحده واحده وبهدوء. انت دلوقتي عندك ماتشات في الدوري قبل بطوله كاس العالم للانديه، وكمان قبل بطوله افريقيا اللي جايه اللي انت هتلعبها اول ماتش تقريبا يوم 28/11 اللي جاي. ممكن تقول لي مين هو مهاجم الاهلي في ال3 ماتشات بتوع الدوري اللي انت هتلعبهم قبل بطوله افريقيا؟ انت دلوقتي عندك محمود عبد المنعم كهربا لسه موقوف، وهو انا اعتقد ان هو المهاجم الاول حاليا اللي موجود في النادي الاهلي، والمهاجم الثاني اللي موجود صلاح محسن ما عندوش ثقه من الجماهير
لسه مش واثقه فيه، واعتقد ان هو كمان مش واثق في نفسه. احنا حتى شفنا المنظر بتاعه بعد الماتش بتاع سان داونز وهو خارج من الملعب بعد ما الماتش خلص. اللاعب كان متعصب جدا وهو خارج، وانا ما اعرفش المعد النفسي اللي موجود مع الفريق بيعمل ايه. اعتقد ان احنا جايبين يا جماعه دكتور نفساني عايز يتعالج. بالاضافه كمان المهاجم الثالث معاك، هو المهاجم الثالث اللي موجود معاك وهو موديست، اللي لا قادر يجري ولا قادر ينط ولا قادر يشوط. فبصراحه هي صفقه واتبلينا بيها، وانا شايف ان الاهلي حاول يخلص اللاعب دوت في يناير كده ويطلعه اعاره او ينهي التعاقد معاه، يفسخ العقد معاه، ايا كان الموضوع. هو الموضوع جاي علينا كده كده بخساره، ويحاول يخلص مع واحد زي وليد ازارو لانه بشكل كبير هيفيدك في باقي البطولات اللي معاك باقي الموسم. لكن في العموم في ثوره تصحيح لازم تحصل جوه النادي الاهلي، وهي اولها اداره التعاقدات، واولها برضو لازم يكون متواجد فيها هيثم عرابي. هتقول لي يا عم في مشاكل ما بين هيثم عرابي وحسام غالي، امال انت كرئيس مجلس اداره اللي هو محمود الخطيب يعني المفروض ان هو بيعمل ايه؟ مش المفروض ان هو يحد من المشاكل اللي موجوده ما بين الافراد والكوادر اللي موجوده جوه النادي؟ انا في الاول والاخر ما يهمنيش مصلحه افراد، انا يهمني مصلحه النادي اللي انا بشجعه، ويهمني ان هو يكون دايما متواجد على منصات التتويج. فهكمل كلامي معاك بقى في الجلسه اللي حصلت النهارده وموضوع المهاجم الاجنبي اللي احنا عايزين نخلص فيه، الا وهو وليد ازارو الاسم الاول المطروح حاليا. تعالى بقى نتكلم عن باقي الصفقات اللي الاهلي عايز يخلص فيها برضو في يناير اللي جاي. طبعا انت لما تجيب مهاجم اجنبي انت لازم برضو تجيب قصاده مهاجم مصري، فالمرشح حاليا هم 3 ومنهم برضو واحد اجنبي، لكن الاجنبي دوت مستبعد بشكل كبير ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي، وهو مابولولو اللي رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري مش هيسيبه مهما دفعت فيه من فلوس. اللاعب حاليا متصدر قائمه هدافين الدوري المصري، وبصراحه بيستنى اللقطه والسقطه من اي دفاع او اي حارس مرمى موجود، وبينقض على اي كوره وبيخلص فيها. بصراحه مهاجم 10 من 10، وكنت اتمنى ان هو يكون متواجد معانا بدلا من موديست. اما الاثنين التانيين فاولهم هو اوفا بتاع نادي انبي، وبصراحه لاعب كويس قوي، وكمان ضيف عليهم المهاجم بتاع نادي بلديه المحله اللي اسمه حسام اشرف، وهم دول اللعيبه المرشحه حاليا ان هي تتواجد جوه النادي الاهلي خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه في يناير، او فتره الانتقالات الصيفيه اللي هي الصيف اللي جاي بعد نهايه الموسم. لكن هل في كلام بقى على محمد شريف ان هو يرجع للنادي الاهلي؟ مبدئيا كده محمد شريف لو هيرجع النادي الاهلي فعلى الاقل نادي الخليج السعودي هيطلب المبلغ اللي هو دفعه في اللاعب علشان يجيبه، ده لو حب يجاملك يعني، او ممكن يزودهم شويه ل 2 مليون دولار بدل 1,800,000 دولار، او ممكن 2 مليون ونص دولار. لكن الكلام اللي عندنا ان محمد شريف حابب ان هو يستمر في الخليج، ومش حابب ان هو يرجع في الوقت الحالي للدوري المصري. وحاجه كمان حابب اضيفها لمعلوماتك ان احمد عبد القادر المفروض ان هو كان هيمشي في فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه في يناير، لكن هو دلوقتي في كلام جديد حصل بعد اصابه رضا سليم، الف سلامه وشفاء عليه ان شاء الله، بكسر في عظمه الترقوه، والاصابه دي هتخليه يغيب شويه عن الملاعب، ممكن توصل لشهرين ونص او 3 شهور. ومن هنا اتفتح الباب من جديد لاحمد عبد القادر ان هو يكون متواجد بشكل جديد بقى مع النادي الاهلي، ويخلص كل الخلافات اللي موجوده معاه مع مارسيل كولر علشان يرجع من جديد كجناح للنادي الاهلي بدل ما هو متجمد على الدكه من اول الموسم. وبصراحه انا شايف ان هو لاعب موهوب بشكل كبير قوي، هو بس عنده شويه كده حرفنه زياده كده، بيمد شويه في الكوره، لكن هو لاعب موهوب برده، والمفروض ان هو يسيطر على الموهبه ديت ويحاول ان هو يفيد ويستفيد منها. يعني من الاخر كده يا احمد يا عبد القادر ما تأننش وانت بتلعب. لكن تعالى كده في الركن البعيد الهادي بقى، وهو احمد سليمان المشرف على الكوره في نادي الزمالك دلوقتي بيفاوض محمد شريف، وبيفاوض كمان احمد ياسر ريان. زي ما انا قلت لك محمد شريف دلوقتي مش حابب ان هو يرجع تاني للدوري المصري، وزي ما احنا قلنا برضو قبل كده ان محمد شريف ولاؤه الاول للنادي الاهلي والاولويه لرجوعه للنادي الاهلي بس. اما بالنسبه لاحمد ياسر ريان فهو موافق ان هو ينتقل لنادي الزمالك، حتى ياسر ريان نفسه اللي هو والده موافق على انتقال اللاعب لنادي الزمالك. طب ليه؟ مبدئيا كده خروج اللاعب من النادي الاهلي كان بسبب برضو موسيماني اللي ما كانش مقتنع بيه. والله موسيماني ده زي ما جاب لنا بطولات كتير، زي ما برضو خرب النادي مع شويه لعيبه كانت كويسه ومطقطقه دلوقتي مع الانديه بتاعتها. لكن خلينا نكمل كلامنا، انتقاله لنادي الزمالك هو مساله وقت، بشرط ان هم يحلوا مشكله القيد اللي هي موجوده عندهم، واللي انا اعتقد بشكل كبير ان الزمالك قادر ان هو يحل القصه ديت، بس مش في يناير اللي جاي، لا هيكون قبل بدايه الصيف اللي جاي او قبل بدايه الانتقالات الصيفيه اللي جايه، لان في كلام ان هم بيحاولوا يلموا الفلوس دي علشان يخلصوها مع سبورتنج لشبونه، وهيركنوا اي مبلغ مطلوب حاليا من جانب خالد بوطيب، لان لسه القرار بتاع وقف القيد بخصوص موضوع خالد بوطيب ما صدرش من جانب الكاس. لكن في العموم نتمنى التوفيق طبعا لنادي الزمالك في اي خطوه برده يخطيها جايه، والنادي يرجع يقف تاني على رجليه عشان المنافسه تحلى شويه في الدوري المصري. اما بالنسبه بقى لتصفيات كاس العالم فمنتخب مصر هيستهل مشواره قدام جيبوتي يوم 16 نوفمبر اللي جاي، وكمان عنده ماتش يوم 19 نوفمبر اللي جاي امام سيراليون اللي هيتلعب في ليبيريا. ماتشات سهله جدا بالنسبه للمنتخب، المفروض ان هو يعديها ويحاول ان
هو على قد ما يقدر يتخطى المنافس بتاعه المباشر في المجموعه بتاعتنا الا وهو بوركينا فاسو، اللي هو بصراحه منتخب لا يقل قوه عن منتخبات الصف الاول اللي موجوده حاليا في افريقيا. ولو انت من الابطال بقى اللي وصلوا معانا لنهايه الحلقه، ما تنساش تدوس زرار السبسكرايب موجود اسفل الفيديو وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا يا سيدي واحده لايك كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. والى هنا ايها الساده نكون قد انتهينا من حلقه اليوم، اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.